هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك الغير والوعد باب. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اذا كنتوا عم تشوفوا قناتي لاول مره بتمنى منكم تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد. بفيديو اليوم يا صبايا رح حضر معكم زينة رمضان، وكمان بما انه منتقلة على بيت الجديد مثل ما بتعرفوا، فاللهم صل على النبي، رح فرجيكم كمان بنفس الوقت على البيت. فخليكم معي لآخر الفيديو. إذا ما كنتوا ضاغطين على زر اللايك بتمنى منكم تضغطوا حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. اللهم صل على النبي يا صبايا، شفتوا التلج كيف عم ينزل بغزارة؟ يعني ما كان ابدا الجو بيوحي انه رح ينزل التلج، طالعة الشمس وكله تمام، ما بشوف الا التلج ببلش ينزل. كنت وقتها عم رتب البيت ونظفه هيك، فتركت الشغل من ايدي واخدت هاي اللقطة. فالحمد لله رب العالمين يا صبايا، انتقلت على بيت الجديد وحاليا يعني تركنت وكل شيء، يعني كل غرض صار بمحله الحمد لله. بس يعني بتعرفوا انه هذا الشي بياخد مجهود وتعب، لان كتير كنت مش مستعجلة اني نظف البيت على السريع ورتبه ورجع كل غرض بمكانه، انه قرب رمضان ولهلأ لسه يعني كنت ماني مزينة ولا عاملة شي، فكنت كتير هيك مستعجلة اني خلص واتركن. الحمد لله رب العالمين تيسرت معي وانتقلت وتركن وصار كل غرض بمكانه. وانا عادتي كل سنة انه لازم فرز كبي وبرك وهالشغلات يعني لرمضان، بس قلت هالسنة يعني خلاص قاعدين بالبيت والنهار طويل يعني مثل ما بتعرفوا، فانه خلاص بعمل الاكل وبساعة وقتها وبحطه على الفطور، ما في داعي. وانتو كمان يا صبايا خبروني اذا عملتوا تفريزات لرمضان او ما فرزتوا او بدكن تفرزوا. ان شاء الله يا رب كل سنة وانتم سالمين، ينعاد عليكم بالخير والصحة وراحة البال يا رب عليكم وعلى جميع احبابكم. هلا هون مثل ما شفتوا يا صبايا جهزت الطبخة، عملت كواج لقيتها يعني اسهل اكلي اني اعملها وجهزها مشان بلش بالشغل اللي بدي اشتغله. ومثل ما بتعرفوا هي الأكلة ما بتاخد وقت كتير، وحلاوتها إنه خلص بنترم كل شي بقلب البايركس وبندخله الفرن وهي بتستوي لحالها، يعني أكلة خفيفة نظيفة. هلأ هون يا صبايا عم بطوي الغسيل، عنده شوية غسيل غاسلتهم وتركتهم. فأنا أول شي لما بدي بلش أعمله بالبيت إني نظفه، أول شي بطوي الغسيل، بعدين ببلش امسح وكنس وهالقصص، لأنه بحس الغسيل حتى لو بدنا نطويه إلا ما يطلع منه هيك شوية غبرة لما بدنا ننفضه صبايا. لهيك يعني بقول لأ خليني أول شي أطوي الغسيل. طبعا أنا مركنة البيت بس عليه مسح وهي. هلأ الحمد لله يعني أنا ما ضل علي شي من البيت، كله تركن ورجع مكانه، بس إنه هاي الحوسة الأخيرة للبيت بعد ما منركن ومنرجع كل شي مكانه، لازم نعملها هاي الحوسة الأخيرة. وخاصة إني بدي أحط زينة رمضان اليوم إذا الله راد، فإنه هيك لازم أعمل مسحة. سبحان الله هذا الأسبوع اللي مضى يا صبايا كتير كتير هيك كنت معجوقة فيه. يعني أنا حاولت إني أنزل فيديوهات أكتر، بس بصراحة هذا اللي قدرت عليه، لأنه إجاني كله سوا نقلة البيت وكمان بنفس الوقت كمان كان عندي فحص، قدمت فحص والحمد لله رب العالمين اليوم الآن ساعتتني النتيجة قالت لي إنه نجحت. انتقلت للمرحلة اللي بعدها هلأ، فهيك حسيت حالي كتير كتير مضغوطة، وجاي رمضان مثل ما بتعرفوا بدي زين ونقلت بيت، وكمان ولادي بحفظهم قرآن. وبصراحة هذا الأسبوع كمان بنتي عندها حفظ سورة من القرآن وما أقدر أقعد حفظها إياها، لأنه مثل ما قلت لكم كتير انعجقت، وكمان إنه المفروض كانت تسمع على الآن بكرة، بس ما بعرف شلون بدي اقعد حفظ اياها. وبتعرفوا الولد يعني بده كتير تكرار ليقدر يحفظ انه سور القرآن الكريم، فبصراحة ماني عارفاني شلون بدي اقعد حفظ اياها. سجلت انا بكورس اونلاين، وحدة بتحفظها كل اسبوع بتعطيها سورة، وانا بضل عد لها اياها طول الاسبوع لبنتها، وبالاخير هي بتسمع لها اياها. الحمد لله كتير كتير منيحة، وبلشت يعني مشيت خطوة منيحة بالقرآن بجزء عامة. وهذا الشيء يعني بخلينا انه نتابع مع الولد ونتواظب لما بيكون في حدا عم يسمع له، غير لما بنكون عم نحفظه لحالنا. وخاصة هم مثل ما بتعرفوا ما في حدا انه يكون متابع معهم،
إن كان باللغة العربية ولا إن كان بالقرآن، يعني ما في غير الأم هي بتضل متابعة. فإنه لما صار في حدا تاني متابع مع بنتي هذا الشي كتير سهل علي وخلانا هيك، خلى بنتي حتى إنه تتشجع أكتر. فالحمد لله رب العالمين، الله يقوينا وهيك نقدر نكون قد المسؤولية والحمل اللي علينا. اللهم صل على النبي. هون يا صبايا متل ما شفتوا أول شي كنست وبعدين مسحت البيت. ما ضل علي شي تقريبا. هلأ هون لازم بلش بزينة رمضان. متل ما شفتوا هون فردت الزينة على الصوفاية اللي عندي. هلأ أنا عندي إياها من السنة الماضية، في كم شغلة يعني ضفتن عليها بسيطة. فردتن وقلت خليني بلش زين. هون يا صبايا حبيت إنه أعمل هذا الركن هون، إني أحط عليه زينة رمضان. متل ما شفتوا جهزت الطاولة وحطيت الهلال، وهون كمان رح أحط الفانوس وجنبها هيك الأغراض البقية. ما بعرف، يعني أنا حسيت هيك تغيير شكل عن السنوات الماضية. انتو شو رأيكم؟ حلو هيك ولا غير؟ ما بعرف. هلأ هذا البوكس يا صبايا أنا عندي إياه، يعني هو بوكس لقطعة كهرباء عندي، فقلت خليني غلفه ورق القصدير وحط عليه الفوانيس، لأنه إذا بدي خليه مثل ما هو ما راح يطلع شكله حلو مع الديكور. فغلفته بهذا الشكل، لزقته وبعدين حطيتهم بهالشكل. هدول يا صبايا المفروض اني علقهم بالحيط، بس ما حسيت رح يطلع شكله حلو اذا علقته، خاصة انه لوحده يعني ما معه واحد تاني. فقلت خليني احطه بهالشكل، يعني بتوقع يطلع شكله احلى. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك الغير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن، هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان. هاي هي الزينة يا صبايا، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. اعطوني رأيكم فيها انتو كمان، لانه رأيكم طبعا كتير بهمني، واذا في شي يعني حابين اني غيره او بدله كمان احكولي صبايا. رح فرجيكم المطبخ بعد ما رتبته. أه هون حطيت هيك، حاولت احط كل شي قطع كهرباء بهي الجهة مثل ما شفتوا. وهون حطيت طاولة السفرة، وهي كمان على جنب هون حطيت الفريزة. لقيت يعني هون مكانها أنسب شيء إني أحطها، لأنه هون الفريزة بالبيوت يا صبايا كتير كتير بتكون صغيرة، يعني قلبها ما بيسع شيء، قليل كتير. وخاصة إنه نحن بيوتنا يعني أو المناطق اللي ساكنين فيها متطرفة، يعني ما بتلاقوا محلات إذا مثلا الواحد نقصه شي. يعني كلها إنه بيكون عليكم محلات بعيدة، فإنه بالمرة لما بنروح بنتسوق بنكتر شوي زيادة لقدام مشان نخليهم بالفريزة، إذا اعتزنا ما ننقطع. لهيك أنا جبت فريزة ويعني وصرت جيب أشياء زيادة لقدام مشان لما إنه يكون بدي شي ما نقطع، مثل المثلجات يعني لحمة هاي الأشياء. هون يا صبايا كمان لما بنطلع من المطبخ هذا الكريدور، آه، حاولت هيك رتبه بهذا الشكل. ما بعرف، اعطوني رأيكم. وهون يا صبايا الصالون بعد ما حطيت الديكور الرمضاني، حبيت هيك ورجيكم اياه فتلة أخيرة يعني. هلأ من شوي انتو شفتوه لما كنت مطفي الأضوية، لأنه هيك بحس لما مطفي الأضوية بيطلع أحلى. هلأ هون شغلت لكم الضوء مشان تشوفوه على ضوء وبدون ضوء. سبحان الله يا صبايا، لما هيك بتلاقونا مننظف ومنرتب البيت على الآخر. وهيك منضيف على البيت هاي اللمسات الأخيرة لما منزين، أو هيك يعني هاي الشغلات البسيطة بنعملها بعد المسح والتنظيف. هيك بتحسوها كتير قريبة من القلب، وهيك إنه بتسعدنا عن جد. هيك بتعطي رونق للبيت، وبتحسونا نحن حتى ونحن عم نعملها كتير هيك مبسوطين ومرتاحين.
كمان هيك لمّا بنتعب من البيت بعد ما بنخلصه ومنضفه ومنرتبه بتعرفوا قديش بنكون تعبانين، بس لمّا بنلاقيه هيك مرتب وكل غرض بمحله ويعني عن جد هيك نفسيتنا بتلاقوها إنه بعالم تاني. فهذا هو الشكل النهائي للبيت يا صبايا بعد التزيين والترتيب والتنظيف. كانت عم تحكي الماما اللي معي قبل ما أبلش صور بالفيديو عم تقول إنه أنت إجاك التعزيل يعني منه نقلة بيت ومنه أنا يعني حتى لو ماني منتقلة على بيت تاني كنت بدي أعزل على رمضان. بتعرفوا التعزيل قبل رمضان وقبل العيد هاي العادات موجودة عنا. هلا هون رح أورجيكم شو إجاني هدايا بعد ما انتقلت على البيت. إجت رفيقتي لعندي وجابت لي إياهم. هلا هي بتجي مجموعة فيها عطورات وفيها كمان كريم لبعد الحمام. هي أنينتين عطر متل ما شفتوا، هاي أول وحدة والتاني بالنص وهذا العجنب كريم متل ما قلتلكن لبعد الحمام. وهون كمان يا صبايا جابت لي طقم فناجين بما إنه رمضان قرب بتعرفوا، فطقم الفناجين رمضاني. كتير أنا هيك عندي إنه طقم الفناجين أو الفناجين بشكل عام مهمة، أو كل فترة وفترة لازم إنه هيك أجيب شي جديد شكل، لإنه عن جد هيك بحس لما طقم الفناجين من غيره بتتغير نفسيتنا. سبحان الله يعني هيك ما بعرف ليش. يعني كل الأدوات المطبخ ما عندي مشكلة إني شي بدله أو غيره، بس إنه الفناجين لازم كل فترة وفترة إنه هيك بحب جيب شي جديد. وهدول كمان طقم كاسات للشاي كمان هيك مرتبين وناعمين. هلا يا صبايا بدي اختم معكم فيديو اليوم، ان شاء الله يا رب يكون نال اعجابكم، وبتمنى منكم يا صبايا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك فضلا وليس امرا. انتظروني في فيديوهات كتير حلوة واكلات وحلويات رمضانية ان شاء الله كتير راح تعجبكم. انتظروني بفيديو جديد وبروتين جديد بامان الله.